هنعمل النهاردة بقى وصفة من التراث بتاعنا، وصفة تراثية عتيقة. هنعمل القراقيش. قراقيش يعني مقرمشة من بره وهشة من جوه وبتدوب في البق كده. اعرفكم كمان ازاي تطلعوها زي ما انتوا بتحبوا على ذوقكم بالظبط. كمان هنعمل كيلو دقيق يعني 7 كوبايات معيارية، ننخله عليه رشة ملح، ننزل عليه ب4 معالق كبيرة من السمسم المحمص، 3 معالق كبيرة من النشا، معلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، 3 معالق كبيرة من السكر البودرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة شمر ومعلقة كبيرة ينسون. طحنتهم كده ونخلتهم كويس. بنقلب. كوباية وتلت من السمنة يعني 300 جرام، كوباية من الزيت يعني 200 جرام، ونبتدي بقى في البس. ودي أهم حاجة، لازم تتبس كويس جدا لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. هنحتاج من كوباية لكوباية ونص من المية الدافية، وبنزود المية بالتدريج واحدة واحدة. نفضل نزود المية ونلم العجينة لحد لما تشرب المية في ايدينا بالشكل دهوت وما تعملش أي تشققات. نديها شكل القراقيش المعروفة. نحطها في صينية ونسيبها تخمر في مكان دافي لحد لما تنفش وترتفع وحجمها يزيد شوية كده. ندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180، هتاخد في الفرن تقريبا نص ساعة.